السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي اللي في العيش البلدي. هنعمله حلو قوي مع بعض وبخلطة جميلة وبإضافات حلوة قوي هتزود لنا من الكمية وتضاعفها. هنعمل من نص كيلو لحمة مفرومة حوالي 13 رغيف حواوشي. يلا نشوف هنعمله ازاي وايه الاضافات اللي هنحطها على اللحمة المفرومة. اضافات مفيدة جدا ومش هتغير من طعم اللحمة ولا حد يحس ان احنا حاطين حاجة على اللحمة اصلا. الاول لو لسه ما اشتركتوش بليز اشتركوا، لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك. الاول هنضرب الخضار في الكبة. هنحط بصلتين او 3 بصلات، بصلتين بقى 3 بصلات. كل ما بنكتر في البصل كل ما بيدي الحواوشي طعم حلو قوي. هنفرم البصل حلو كده وهنحط معاهم قرنين فلفل حامي. سوري، قرنين فلفل رومي. لو عايزينه حراق حطوا فلفل حامي. وحطيت عليهم طماطمايه. هنفرم الخضروات دي كلها مع بعض كده وهنحطها في طبق على جنب. وهنضيف عليهم بقى ايه قطعة دهن حلوة كده. كل ما بنحط دهن في الحواوشي بيديله طعم حلو جدا. نحط حتة دهن كده كانت حلوة، يعني حتة حلوة. بس بلاش ليا، يعني الحواوشي مش مستحب ان تحط له ليا. خليها ايه دهن عادي كده. نفرمها كده. كنت حاطاها في الفريزر ولسه طلعتها سبتها هديت بس حاجة بسيطة. وفرمتها في الكبة. اما بتكون لسه مجمدة فبتتفرم بتبقى حلوة كده عاملة زي حبايبات الرز. ده نص كيلو اللحمة المفرومة نزلت عليه بقطعة الدهن اللي احنا فرمناها. هنخلطها بقى كويس مع اللحمة كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده الخضار اللي احنا فرمناه في الكبة هنضيفه على اللحمة اللي احنا ايه بنعجنها بايدينا دي. انا بعجنها بايدي عشان ايه انعمها شوية كده. واحط عليها الخضار بقى اللي احنا فرمناه كله. برضو نقلبه بايدينا. وبعد كده التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود ومعلقه من بهارات اللحمه. ونص معلقه قرفه ومعلقه صغيره من البابريكا. الاضافه بقى اللي هتزود لنا الحجم بتاع الحواوشي وهتديله وتزوده في القيمه الغذائيه. وكمان مش هيبان خالص. البرغل هنحط على نص كيلو اللحمه المفرومه نص كوبايه برغل، مش هنكتر عن كده عشان ايه ما يظهرش في طعم اللحمه. البرغل اولا من ال اسمه ايه من البقوليات الغنية بالبروتين. فطبعا احنا كده بنزود من القيمة الغذائية بتاعة الحواوشي وفي نفس الوقت مش بيغير طعم الحاجة اللي احنا حاطينه فيها خالص. هو مش بيضيف طعم للحواوشي، بالعكس ممكن يضيف طعم بسيط كده بس طعم حلو. هنعمل بقى الحواوشي العيش زي ما انتوا شايفين كده. هنفتحه من فوق ونحشيه كده باللحمة كده من جوه. نفردها كويس قوي ونوزعها في الرغيف كويس جدا وتأكد ان اللحمة متوزعة في العيش كله كويس. آه ونفردها كده بايدينا. ممكن نسويه على البوتاجاز في طاسة او على جريل. وممكن نسويه في الفرن. انا سويته على البوتاجاز يعني ايه واستسهلت، يعني بدل ما اقعد لسه ادخل في الفرن وبتاع فسويته بسرعة على البوتاجاز. في بقى كام رغيف كده حشيتهم جبنة موزاريلا. لا، دي كانت جبنه ميكس شيدر على رومي على موزاريلا. حشيتها كده حطيتها على الوش بعد ما حطيت اللحمه. حطيت طبقه كده على فوق اللحمه جوه الرغيف برضو. ادت له برضو طعم حلو كده. وغيرت من طعم، عملت 4 لحمه مفرومه بس. و4 تانيين حطيت فوق اللحمه شويه ميكس جبن. وعملت معاكم 8 ترغيفة وفاض قطعة لحمة تانية حلوة جدا تعمل كمان حوالي 4 ترغيفة حواوشي تاني. فمعنى كده ان النص كيلو لحمة المفرومة طلع معانا حوالي 12 رغيف حواوشي. شايفين دي الكمية اللي فاضت معايا تعمل كمان حوالي 4 ترغيفة حواوشي حلوين. هنشيلها في الفريزر بقى لما نعوز نعمله نطلعها من الفريزر. ده صاج كده كان بتاع بوتاجاز بدهنه بالزيت، بحط فيه شوية زيت حلوين مش قليلين ومش كتير. وندهنه كده كويس قوي واروح نازلة عليه بالعيش. المفروض ان احنا ننزل ايه بالوش بتاع العيش مش بظهره. لان الوش بيبقى رقيق فبيخلي اللحمه تستوي معانا اسرع. يعني بص انا اديت له بس ايه تقليبه كده بالظهر، خد بس دهن زيت وبعد كده قلبته على الوش عشان يستوي اسرع واللحمه تستوي اسرع. ويفضل ان العيش بتاع الحواوشي يكون عيش طري شوية، ما يكونش عيش ناشف. علشان خاطر ايه برضو يسوي معانا اللحمة اسرع وهو كمان يكمل بقية السوا بتاعه مع اللحمة مبيبقاش ناشف قوي وطعمه وحش. عايزين تسووه زي ما انا سويته كده على البوتاجاز ماشي، عايزين تسووه جوه الفرن ماشي، وجربوه بألف هنا